السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا علامة الجرس وتشتركوا في القناة. النهاردة هنعمل الكنافة، احلى كنافة نعملها بالجبنة العكاوي والجبنة الموتزاريلا. ده نص كيلو كنافة متفرزة محطوطة 24 ساعة في الفريزر، تحطيها يوم كامل في الفريزر، هتطلعيها وتفرفطيها تبقى بالمنظر ده اهوت. هنحط بقى نص كوباية سمنة مسيحة، ونص كوباية سكر بودر هنحطه برضو على الكنافة المتفرزة، ومعلقة كركم وايه يعني حاجة لا تذكر كده، بابريكا عشان تدينا لون اهو كده. وهنقلبها كويس قوي عشان الكنافة تشرب من السمنة والسكر يدوب فيها اهو بالطريقة ديت. بعد ما شربنا السمنة والسكر في قلب الكنافة، احنا بقى هنعملها على البوتاجاز من فوق. هنجيب كده طاسة، هتدهني الأرضية بتاعتها سمنة، بعدين تبدأي تحط الكنافة وتوزعيها كويس قوي اهو كده وتضغطي عليها. بعدين هتحطي بقى عليها الجبنة العكاوي والجبنة الموتزاريلا اهو كده. لازم تبقى في النص، ما تجيبهاش على الحرف عشان اما تسيح ما تخرجش بره وتلزق في اسفل الطاسة، مش هتعرفي تقلبيها الناحية التانية وهتلزق اهو كده. حطينا الجبنة العكاوي والجبنة الموتزاريلا، بعدين هنجيب بقية الكنافة نحطها من فوق، وتحاولي تسويها على قد ما تقدري اهو كده يا بنات، وتضغطي عليها في الاخر برضو، وهنسويها بالمعلقة تسوي حروفها عشان الجبنة ما تسيحش وتخرج برا كده. هتضغطي عليها الاول اهو كده. بنسوي حروفها شايفة ازاي عشان ما تيجي تقلبيها على الناحية التانية ما تتكسرش ما تتفرفتش. طبعا هنحطها على عين البوتاجاز اهو. النار هتبقى قليلة قوي وتستنى عليها لحد ما تستوي. هتجيبي طبق طبعا هتحطيه وتقلبيه على الناحية التانية، وبعدين تنزليها تاني في الطاسة زي ما شايفين اهوت كده. هنقلبها الناحية التانية مستوية اهو كده يا بنات. اهو كده. بعدين بقى طبعا تكوني عاملة الشربات بتاعها، اللي هو كوبايتين مية على كوباية سكر. شايفين الجبنة هي بتتمط وسايحة وطعمها تحفة حكاية، مش هتبطلي تعمليها. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة.